فيفا يقرر عدم استكمال مباراة السعودية ضد الإمارات ويحدد مصير المركز الثالث. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسمياً إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2025، والتي كانت مقررة بين منتخبي السعودية والإمارات على أرضية استاد خليفة الدولي. وجاء هذا القرار نتيجة الظروف الجوية والعواصف الرعدية التي شهدها محيط الملعب، ما جعل استئناف المباراة أمراً غير ممكن، رغم الانتظار ومحاولات ترقب تحسن الأحوال الجوية. وأكد فيفا أن مواجهة السعودية والإمارات لن تعاد أو تستكمل في وقت لاحق، مشيراً إلى أن تحديد صاحب المركز الثالث سيتم من طرف اللجنة المختصة داخل فيفا خلال الأيام المقبلة، وفقاً للأنظمة المعتمدة، دون اللجوء إلى إجراء المباراة على أرض الملعب. وبهذا القرار تطوى صفحة اللقاء الذي توقف بسبب الطقس السيء، في انتظار الإعلان الرسمي النهائي من فيفا بخصوص الترتيب الختامي للمراكز في بطولة كأس العرب 2025.